سمنة الأطفال. ما ينفعش يبقى عندنا طفل في البيت وزنه زيادة شوية نرجع نقول له انت شايف كرشك، انت شايف بطنك، انت بطل اكل شوية، انت ايه كل الاكل ده. اولا الطفل ما بيفهمش، هو في الاخر عنده عقلية طفل، يعني ما ينفعش انت تقول له انت تخنت وكرشك، هو مش بيفهم ده، هو بيفهم ان هو عاوز ياكل وجعان. فانا دايما شايفه ان الطفل التخين او الوزن زايد هو وزنه زايد عشان حاجتين: يا اما على طول انتوا سايبينه قدام الموبايل او التلفزيون وهو منه للموبايل فما بيعملش حاجه وزهقان طول الوقت فبياكل وبيتسلى، يا اما في مشكله مضايقاه واحنا محتاجين نتكلم معاه شويه فيها عشان نحلها، لان هو بيطلع الضغط اللي هو فيه ده في الاكل. فحلوا المشاكل الاطفال دول، هتلاقوا بعد كده الدنيا بقت تمام والطفل بيبقى كويس قوي. حلها ازاي؟ اولا نقعد نتكلم مع ابننا نشوف هو ايه المشكله اللي مضايقاه. اتنين، لازم يلعب رياضه. الاطفال يا جماعه لازم تمارس رياضه، مش تروح جيم. بسمع كده اطفال تقولي انا بروح الجيم، جيم ايه يا جماعه؟ الاطفال تمارس رياضه، سباحه، سله، كره قدم، تنس، اي حاجه هو بيحبها. وفي نفس الوقت نمنع التليفون شويه، التلفزيون والتليفون ده يا جماعه كارثه. وطبعا ما نجيبش حاجات حلوه من بره كتير، مش كل حاجه يطلبها الطفل نجيبها له. اتفقنا؟